ولقيت شغله كلش غريبه بالشط. وهسه حاليا قاعد نبحث عن شغلات يقولون شغلات كلش تراثيه داخل هذا الشط. وعول اجواء البساتين ما شاء الله. ولقينا متابعينا من حديثه قاعد يسبحون. صدق كذا. قال لك ايش قد تعلمت السباحه؟ سنة. وانت صار لك ايش قد تعلمت السباحه؟ اسبوع. عمودي عمرك 15 سنه متى بتسبح صدق كذا؟ عن اجواء ولا غلطه ما شاء الله. حمودي شنو لقيت النوم؟ لقيت هايه شو؟ اكبر. والله فد شيء حلوه. يعني يقال انه داخل هذا الشاطئ اكو هواي شغلات تراثيه. سالنا يعني العالم القريبين على الشاطئ قالوا اكو هواي شغلات تراثيه تلقوها داخل هذا الشاطئ. يعني حتى قالوا اكو حتى ذهب موجود. طبعا لقيت هاي كان قبل يستخدموها بالكتابه. سالت رجال قال هاي كانوا قبل يستخدموها بالكتابه يعني عمرها اكثر من 100 سنه. واكيد اعرضها للبيع ببعض المواقع واشوف ايش قد هتجيب لي سعر. طبعا هواي شغلات تراثيه قديمه لقيناها داخل هذا الشاطئ. اكيد اخذها واحتفظ بيها والبعض منها حبيعها بهذه المواقع. شوفوا لي هاي الحاجه اللي لقيتها داخل المي ما شاء الله شكلها كلش حلو. طبعا تجربه كلش حلوه. هاي تجيب الغداء مالتك تخليه هنا وتقعد تتغدى على هالاجواء هاي ما شاء الله. المشكله الوحيده انه ما اعرف اسبح. بس ما اسولف لكم على المي ما شاء الله كلش بارد. واكيد الاسبياش وياي بكل مكان. طبعا هاي المولدات والبواي هاي يسحبون بيها مي من الشاط وقبل للبساتين. بس غادة هذا المكان وهذا اخر فيديو لي في حديثه. وان شاء الله باكر حاجه على الفلوجه وانتظروني فيديوهات كلش حلوه. تحياتي لكل شخص يتابعنا من حديثه وصدق كذب.